بر أمعية. الله الله الله، والله إني أعشق هذا المنتج، أعشق وعشق. أنا بالنسبة لي غير حياتي هذا البر أمعية، سواء من غلة أو أحد تثق فيه، ولكن ما شاء الله تبارك الله غلة ما يجيبون شيء إلا جودة عالية. واضح؟ فالقمح بر أمعية معناته بذرة غير مهجنة، بذرة بلدية، يجي منه حب ويجي منه مطحون. ايش معنات بر أمعية؟ بر أمعية معناتها بذرة بلدية غير مهجنة، بذرة الأجداد، قمح أجدادنا نفسه. معية معناته مسقي من مياه أبار الجوفية. دائما يقول فرق بين البر البعلي والمعية، هذا اللي يفرق. طبعا المعية تفوز، أنا دائما أشوفه لأنها تأخذ كفايته من الماء، فتكون حبتها دجنة مليانة، فيكون الجيلاتين اللي داخله مليان، فمتنه زين ما يتقطع. طبعا رائحته جدا رائعة، طحنته صفر، طحن حجري يحتفظ بجنين القمح، مناسب جميع الاستخدامات. المعجنات تنجح، متن عجينه زين وريحته زينة، ومناسبة جدا اللي عندهم مشاكل بالجهاز الهضمي، اللي يعانون من القمح، يعني بإذن الله أنه مناسب. فمناسب جميع المعجنات. احفظوا هذا الاسم، طحين بر أمعية، سواء من غلة، أنا بالنسبة لي أرشح غلة ورقم واحد عندي، أو إنك تثق في راعي المزرعة، يعني تعرف ناس عندهم مزارع أو أقاربهم وإلى آخره، تقول أبي بر أمعية من القصيم، ما شاء الله تبارك الله، رقم واحد.